الكفاءة، تكنوقراطي رفيع المستوى إلى هذا الحد. مشي أشرف العربي ليه؟ نفسنا، ملهاش حل إلا النفسنا، إن أكيد في طيارات جوه الجماعة أو جوه حزب الحرية والعدالة أو جوه الحكومة مش عايزين تكنوقراطي مدني رفيع المستوى زي أشرف العربي، فمشوه وجابوا حد تاني مكانه. لا يوجد تفسير آخر، وإلا إذا رأيهم إن أشرف العربي كان لازم يمشي، طب ليه قعد كل هذا الوقت؟ ليه سافر مع رئيس كل السفريات؟ ليه هو اللي بيفاوض البنك والصندوق؟ ليه هو اللي ماسك الملف الاقتصادي الرئيسي؟ الحقيقة أن خروج أشرف العربي هيخلي الناس ترجع تقول تاني الكلمة بتاعت الإخوان ملهمش أمان، تكنوقراطي مدني موالي للرئيس مخلص للدولة بيخدم الوطن كتكنوقراطي رفيع المستوى، ومع ذلك في أول منحنى بره وجه مكانه أحد قيادات الإخوان المسلمين. يعني أنت استخدمته الشوية دول، مش مهم مصلحة مصر ولا مصلحة الاقتصاد ولا كفاءته ولا عبقريته، ده موضوع مش مطروح. المهم ان هو ادى مهمة صغيرة لغاية ما نلاقي حد من الإخوان المسلمين يجي مكانه. للأسف الشديد ان الإطاحة بالوزير الكفء أشرف العربي يعني تفقد الأمل في ان في تكنوقراط رفيع المستوى محترمين ممكن يكونوا موجودين في الحكومة في ظل سيطرة وسطوة الإيديولوجيا القائمة في البلاد. وطبعا لازم الناس حتى اللي عندهم معرفة دينية أو معرفة دنيوية يعرفوا إن أهم شيء الكفاءة. إن فكرة انتمائه للإخوان ما هو التاني مش من كفار قريش، ما هو أنت التيار المدني ما هوش جاي من بني قريظة رأسا على مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، إنما دول مسلمين زيهم زيك، والله أعلم قد يكون عند ربنا أحسن منك ومن 1000 زيك، لكن البعض عايز التيار بتاعه، المجموعة بتاعته، الشلة بتاعته، عايز يضمن إن هو يبقى في السلطة طول الوقت. وطبعا ده مخالف حتى للمنطق الشرعي. والحديث الشريف روى الحاكم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هنقول تاني هذا الحديث الشريف في آخر الحلقة، إنما عشان بس البعض يحفظه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. عشان بس يبقى الحديث اللي هو في صحيح الحاكم واضح لكل حاكم وكل سلطة في مصر. لو انت عندك حد أحسن وفضلت عليه حد من الإخوان المسلمين، يبقى انت في هذه الحالة بيبقى الحديث الشريف بينطبق عليك. 4. تغيير وزير المالية. طيب وزير المالية كان موجود، اتغير تاني. نشطاء سياسيين كتبوا، نقلت عنهم مواقع، ان في 5 شهور اتغير وزير المالية 3 مرات. طب ايه المنطق في كل تغيير؟ ايه الفلسفة؟ طب ايه اللي احنا عايزينه فشل فيه وزير المالية؟ ولا حاجة. لا نعرف ده جه ليه، ولا نعرف ده مشي ليه، ولا نعرف الحالي اللي بقى له 5 دقايق ده جه ليه، ولا نعرف اللي قبليه جه ليه. ده مش إساءة ليهم، انما عايزين نفهم، عايزين ندرك ونعرف ايه هي الفلسفة الاقتصادية للرئاسة المصرية ولا حزب الحرية والعدالة اللي بناء عليها 3 وزراء في 5 شهور وبعدين منصب رفيع جدا وزير المالية. 5. تغيير وزير الاستثمار. أسامة صالح كان وزير الاستثمار، مشي أسامة صالح وجاء وزير آخر بينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. الوزير اللي جاء في كلام بقى، القنوات الفضائية تحت إيده، رجال الأعمال تحت إيده، يا ترى جاي عشان ينفذ سيناريو انتقام ولا جاء بالصدفة؟ محدش فينا عارف بالظبط ايه هي خلفية ولا رؤية الوزير الجديد اللي جه مكان الوزير أسامة الشيخ. لكن المفاجأة في التحليل، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة رقم 2 في حزب الحرية والعدالة وزعيم الأغلبية الإخوانية في مجلس الشورى، شوف بقى المنصب الرفيع بتاعه، بيقول ايه؟ بيقول احنا مشينا أسامة صالح وزير الاستثمار لأن هو كان الإيد اليمين
لوزير الاستثمار الأسبق محمود محي الدين. شوف بقى والنبي الكلام، الإيد اليمين لوزير الاستثمار محمود محي الدين، ولكننا أعطينا له فرصة لكي يثبت أنه مع التغير ومع الثورة ويبدي كفاءته في العمل، ولكنه لم ينجح. أولا اللفظ بتاع أعطينا له فرصة، هو حزب الحرية والعدالة بيشكل حكومة طبقا للدستور؟ لا، رئيس الجمهورية يشكل الحكومة. فكلمة أعطينا وادينا له فرصة وقلنا برضو فيها كلام. نمرة 2، طيب لما انت شايف انه أسامة صالح ده الإيد اليمين لمحمود محي الدين، جبته ليه؟ ودلوقتي بتقول كده؟ يعني لما كان موجود بتدافع عنه، أول ما مشي يلا بره وأول حد يشتمه أنت. طب كده تخوف الناس يشتغلوا معاك، يعني اشتغل معاك شوية، أول ما مشي خلاص ده طلع فل الفلول، وده كان مساعد والإيد اليمين لمحمود محي الدين. طبعا ده كلام ما ينفعش وكلام مش منطقي، إنما برضه يظل المؤاخذة الأخلاقية والدينية. إذا أنت شايف أسامة صالح لا يصلح، شايفه زي ما أنت بتقول فل الفلول، شايفه الساعد الأيمن لمحمود محي الدين، طب إذا بناء على هذه الاعتبارات ليه أخذته قبل كده وكان هناك من هو أصلح منه؟ مرة ثانية الحديث الشريف: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم في صحيحه. 6، المستشار حاتم بجاتو عضو لجنة الانتخابات الرئاسية في مفاجأة مثيرة أصبح وزيرا. في كلام إنه ده مخالف لقانون الدستور، ده كلام مش صحيح، وكلام محامي الإخوان المسلمين إن ده لا يخالف الدستور والقانون. كلام محامي الإخوان هو الكلام المظبوط، مش مخالف، إنما مش مخالف للنص، إنما يتصادم مع روح القانون وروح الدستور، يدخلنا في منطقة الشبهات. المستشار بجاتو رجل فاضل، إنما كان اللجنة التي أعلنت الرئيس مرسي رئيسا للجمهورية، خد مواقف لصالح الرئيس مرسي ضد المحكمة الدستورية التي ينتمي إليها. إذن في شوية كلام حول الموضوع، فلما يتم اختياره وزيرا يبقى الموضوع فيه كلام عند بعض الناس، حتى لو من قبيل الظن والشك ولا يوجد أي يقين عليه، إنما أنت بتدفع مستشار فاضل إلى دائرة الشكوك وإلى دائرة القيل والقال. حزب الحرية والعدالة اللي قبل كده قال ممنوع تعيين أي حد قدم اقتراح كده من لجنة الانتخابات الرئاسية في أي منصب تنفيذي. ليه؟ علشان ما يلعبوش في النتائج يبقوا وزراء بعد كده. ده الكلام اللي كان قدمه الحرية والعدالة في مجلس الشعب المنحل، لكن دلوقتي لقينا مخالفة لكل ده، حتى لو لم يقر كقانون أو تشريع، لكن أنت أخلاقيا كحرية وعدالة قلت ده. أي قاضي من قضاة المحكمة الدستورية اللي كانوا في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما ياخدش منصب تنفيذي. دلوقتي اخترت المستشار بجاتو في منصب تنفيذي وزيرا. 7، وزير الزراعة. وزير الزراعة ده بقالنا أسبوعين 3 أغاني السد العالي. وزير الزراعة نجح في القمح، وزير الزراعة عمل اكتفاء ذاتي من القمح، وزير الزراعة في عهده زاد القمح، وزير الزراعة اللي هو وزير الثورة الخضراء في مصر. إذا توقعنا وزير الزراعة ده بعد كل الكلام ده هيبقى رئيس وزراء. طب يتصعد يبقى نائب رئيس وزراء، لأنها تشال النهارده. طب اتشال ليه؟ ده لسه بنغني أول امبارح إنه هيعمل اكتفاء ذاتي من القمح، وإنه عمل ثورة خضراء، وإنه عمل شيء عظيم، وأغاني لا تنتهي. فجأة نلاقي إن الراجل اللي كانوا هم بيغنوا له دلوقتي مشوه من مجلس الوزراء ولم يعد وزيرا. ختاما، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بيقول وزير المالية فشل لم ينجح، وزير الاستثمار اديناه فرصة فشل ولم ينجح. إذا رأيه إن اللي مش دول فاشلين، أو على الأقل اختص 2 وزراء مهمين، المالية والاستثمار، إن هم وزراء فاشلين لم ينجحوا. ده رأي نائب رئيس الحرية والعدالة. إنما رأي السيد الرئيس
قال مصر ستذكر للوزراء عطاءهم وتصديهم للعمل العام في ظروف حساسة. ده وسام. يعني نائب رئيس حزب الحرية والعدالة شايفهم فشلة واديناهم فرصة وبعضهم فلول واداهم كده ألمين نظريين، لكن لقينا السيد رئيس الجمهورية بيقول إن مصر ستذكر للوزراء عطاءهم. مصر مش حتى السيد الرئيس، مصر كلها هتذكر الوزراء دول عطاءهم وتصديهم للعمل العام في ظروف حساسة. هنا وسام وهنا كلام لا يناسب وكلام فيه درجة عالية من التوبيخ. يا ترى مين اللي صح في الاثنين؟ يبقى ممكن نلاقي حل عند دكتور هشام قنديل، فنلاقيه بيقول التعديل الوزاري الجديد يغلب عليه التفاؤل والإنجاز. الكلام ده لو حضرتك رئيس وزراء جديد فتقول حكومتي دي فيها تفاؤل وفيها إنجاز، لكن حضرتك كنت موجود في الوزارة اللي فاتت ورئيس الوزارة الحالية، فلو دي فيها تفاؤل يبقى أنت كنت قبل كده رئيس حكومة فيها تشاؤم، ولو دول فيهم إنجاز معناه أنت كنت موجود مع حكومة فاشلة. يعني برضه لازم ينتبه، لأن الكلام ده معناه لو كنت أنت رئيس وزراء جديد، أما وأنك رئيس الحكومتين يبقى برضه لازم نكون حذرين شوية، ما نقولش خلاص هنطلق التفاؤل والإنجاز لتغيير 9 وزراء في الحكومة. ختاما زي ما قلنا إن أي بلد في الدنيا من تجربة البرازيل اللي هنخصص لها حلقة كاملة لاحقا لكل تجارب النمو في العالم، أهم شيء مش بتختار من شلتك أو جماعتك أو أصحابك أو قرايبك أو حلفائك أو ليك مصالح معاهم أو اللي أنت مأمنهم أو الضعاف التافهين اللي ما يقدروش يأثروا على مكانتك. لا، تبنى الدول بأنك بتختار الأصلح الأفضل أيا كان موقفه. في الحديث الشريف